عدنا والعود أحمد. نحن كتير سوريين واسم نينار كتير سوري، مشان هيك حبيت أرجع من نافذة نينار. رح نبقى هو برنامج بيحكي عن وجع الشعب السوري، عن معاناة الشعب السوري. برنامج بيسعى لتسيير الهوية بين مكونات المجتمع السوري. برنامج بيسعى لإعادة الناس اللي هن تغربوا عن الوطن لحضن الوطن. برنامج بيسعى أكتر لإيصال رسالة محبة للناس اللي تركت الوطن وهلأ عم تعاني بالخارج. برنامج أولا وأخيرا بتوجه للمسلحين السوريين اللي هن حسوا إنه راحوا بطريق غلط، اللي حسوا إنه هن ابتعدوا عن الوطن، اللي حسوا قد إيه هن خدعوا. هذا البرنامج أكتر شيء لإلهم حتى يتواصلوا معنا ونوصل سوا لطريقة يرجعوا فيها لمجتمع مدني، لحياة مدنية سليمة. كل يوم أحد بين الساعة 3 والساعة 4:30، ورح يعاد البرنامج ليلا بين الساعة 9 والساعة 10:30. البرنامج حتى نكون واضحين بالبداية رح يكون مسجل، بعدين بتمنى انه هو يكون على الهواء، يكون حي. بتمنى على الشباب اللي انا بعرفهم كتير منيح، بيعرفوني كتير منيح، وحابين انه هن يرجعوا لحضن الوطن، يتواصلوا معنا على هالارقام 30 500 230 او 30 500 231. اذاعة نينار رح نبقى. البرنامج هو فكرتي وتقديمي، انا نبيل فياض. بيساعدني بالاعداد علاء مهنا، بيخرج البرنامج امير العبد. رح نبقى. يسعتين المسوخ. زمان ما حكينا أرامي، من أيام ما كنا نتعلم اللغة السريانية عند المطران ملاطيوس برنابا بكنيسة أم الزمنار اللي اتدمرت بحمص. زمان ما قرأنا باللغة الآرامية، وزمان ما مرينا على قواعد اللغة الآرامية. اجت كارثة معلولة خلت الآرامية لغة العالم. رح نبقى برنامج بيسلط الضوء على آلام الشعب السوري وين ما كان وشو ما كان. رح نبقى برنامج بيهتم بكل متعب، بكل معاني، بكل متأذي من هالحرب العبثية اللي عم تشن على الشعب السوري وعلى المجتمع المدني السوري. نينار رح تفتح اليوم ملف معلولة. معلولة أشهر قرية بسوريا، وأجمل قرية بسوريا، وأغرب قرية بسوريا. الغرابة بمعنى الجمال وليس بمعنى القباحة. معلولة اللي كنت دايما افتخر لما أخذ أصدقائي من غير السوريين باتجاه الفج، باتجاه الكنايس، باتجاه الأديرة. معلولة اليوم تعاني من إهمال السلطات وجور الإرهابيين القتلة. من لما انتقل الحاجز من فوق من حد فندق سفير لتحت، خفت على معلولة، كتبت عن معلولة، لكن ما حدا رد. حكينا كتير، لإمتى يا برود رح يضل جرح نازف؟ ما حدا رد. سألنا قبل الحوادث بزمن طويل، لإمتى التيارات السلفية رح تضلها تغزي يا برود؟ ما حدا رد. هلأ للأسف الشديد القديسة بربارة مخطوفة عن جبهة النصرة. للأسف الشديد أديرة معلولة الجميلة، كنايس معلولة الجميلة صارت أوكار للإرهاب. بيوت معلولة اللي هي أصمد من صخر معلولة للأسف عم تتعرض لنوع من الدمار المرحلي المتدرج، لكن دمار حقيقي. اليوم معنا مجموعة من أهل معلولة رح يحكوا شيء عن مصيبة معلولة، عن كارثة معلولة، عن الشيء اللي تعرضت له معلولة. نينار وأنا فتحنا هالملف، فتحنا هالجرح النازف. نحن وصلنا رسائل وتقارير لجهات دولية، للأمم المتحدة، لكل شيء ممكن تتصوروا. اليوم حابين نحكي للمجتمع المدني السوري عن الشيء اللي شافته معلولة، عن الشيء اللي تعرضت له معلولة، من أهل معلولة بالذات. أنا بحس بصعوبة لما بدي أحكي عن معلولة، ما بعرف، دايما عندي جرح لما بدي أحكي عن معلولة، لأنه
في شيء خاص من الطفولة بيربطني بهالقرية الجميلة اللي كنا نجيلها أنا وأهلي حتى نمرق بالفج وبآخر الطريق نشرب شوية مي ونرجع. في شيء سحر، في شيء غريب، في شيء غامض. لما كنا نطلع لفوق لحد أوتيل معلولة ونشوف الشمس وهي عم تغيب، كانت مناظر أجمل من الجمال. ليه تخلينا عن معلولة بهالبساطة بهاللامبالاة؟ ليه تركنا معلولة؟ ليه تركنا آخر الآراميين بالعالم يتدمروا على ايدين جبهة النصرة اللي استوردناها ما بعرف من وين؟ الحديث عن معلولة صعب، لكن بدنا نحكي، بدنا نشخص المرض حتى نعرف كيف بدنا نعالجه. لأني ماني ابن معلولة، رغم أني أنا ابن معلولة بالروح، بالانتماء الإنساني والأخلاقي. فضلت أني استضيف حدا يعرف يحكي أكثر عن معلولة، يعرف يعبر أكثر عن مأساة معلولة، حدا عايش الأحداث وما يزال يعايش الأحداث، حدا عم يطلع دايما على معلولة حتى يدافع عنها، يدافع عن طرقاتها الصغيرة، يدافع عن بيوتها، يدافع عن أهلها، يدافع عما تبقى من أملاك لأهل معلولة. حلقة شوي مؤلمة، شوي صعبة، لكن البلد عم يولد من جديد، ودايما آلام المخاض عسيرة جدا. رح نوصل لبلد جميل وحلو بيعيشوا فيه الناس كله، ما بيتعايشوا، بيعيشوا. ما بدنا تعايش، خلص ما عاد بدنا تعايش، بدنا نعيش. تعايش كلمة كتير غبية. بدنا نعيش مع بعض، بدنا نحب بعض، بدنا نعيش ككتلة وحدة، كمجموعة تنتمي لهالبلد الجميل العظيم. في ألم، ما بعرف من بداية الحلقة وأنا حاسس بنوع من الألم الغريب إنه كيف بدي أحكي عن معلولة. هل يعقل إنه هالقديرة الجميلة تصير تحت إيدين الطالبانيين؟ ليه؟ ومين؟ شو السبب؟ هلأ نبلش مع الشباب، مع شاب وصبايا تنتين من معلولة يحكونا عن هالبلد الجميل، كيف انتكس. ما بدي أقول هوا لأنه ما رح يهوي ما دام نحن موجودين. رح نسترد معلولة، رح نرجع نطلع على معلولة ونسوق السيارة بين معلولة ويبرود، وترجع الأيام مثل ما كانت. أكيد. اليوم أنا بستضيف سيدة ليديز فيرست من معلولة. رح تقدم حالها هي وتحكي عن ظروفها بمعلولة، عن معيشتها بمعلولة وكيف طلعوا. تفضلي. أنا اسمي لينا، متزوجة لمعلولة، وعندي صبيان وبنات، وكنا عايشين بأمان، ما في شيء، ومرتاحين ومبسوطين. وفجأة يعني الصبح بكير ما سمعنا غير تكبير وتهاليل نازلين من الدير من فوق. فإنا مرعوبين يعني نشوف هالشي. بنتي عمرها 8 سنين صارت تشوفه ماما انه اللي بتقلي هذا شو، واحد دقنه طويله له شعر وسمين. هجموا علينا اول شي، نحن حاولوا يقتلونا، نحن مسيحيه، طلعوا يا مسيحيه، طلعوا فرجونا. خليه يجي هلا الجيش يساعدكم، خليه يجي رئيسكم يحميكم. ليش؟ نحن عايشين بظله، نحن مبسوطين، نحن بهالبلد، نحن ما في داعي يا مسيحيه. طلعوا ليش؟ فرجونا المسيح تبعكم، فرجونا العدل تبعيتكم. كانوا سوريين ولا غرب؟ لا غرب. من يعني حاولتوا تتبينوا اللهجات تبعهم لانه كانت قدرتوا حددتوا من انا شايفك انه مدمعه، بس يا ريت نحن نتجاوز الالم ونحكي. حاولتوا تتبينوا هن من وين؟ شيشانية كان في، ومصاروي وتونسية. طب شيشانيين كانوا عم يحكوا لغه عربيه؟ ايه مكسرة، حكي عربي مو مزبوط. اللي بيقهرك انه جارك اللي كان عايش انت وياه عم تاكل على سفره وحده بيجي بيقول له هذا بيت المسيحيه. ليش؟ طب يعني خلينا نحكي بشكل ادق. يعني انا بعرف انه معلوله في اقليه مسلمه وغالبيه مسيحيه. ما دافعوا عنا، صار لهم هنو عشت بيت حمايه صار لهم 50 سنه، ما اجوا قالوا لا هذا جيراننا او اعطونا مثلا انذار انه خلول جاي يهجموا لهون، ما اعطونا شيء. طب شو السبب انه اهل معلوله يعني
أنا ما رح أقول كل المسلمين بمعلولة، أكيد في جزء منهم ضد هالشيء اللي صار. شو السبب انه بعض مسلمي معلولة او غالبية مسلمي معلولة وقفوا مع جبهة النصرة ضد اهل معلولة؟ لانه هن منهم وفيهم. من امتى؟ هلا سؤال المهم كتير، من امتى انتشر التطرف الديني بمعلولة بين المسلمين؟ من امتى؟ وليش الدولة ما كانت عم تكافح التطرف الديني بمعلولة؟ هالشيء ما بعرفه انا، ما بقدر احكم لك عليه يعني. طب انتم كنتوا تلاحظوا انه مسلمي معلولة متطرفين دينيا؟ ظاهريا لا، بس قلبيا ما بنعرف عنهم شيء. بالظاهر ما في شيء، بالظاهر بيعزمونا بنعزمهم بنروح نجي على بعض. طب شو اللي قلبهم؟ شو اللي خلاهم انه هن يصفوا مع جبهة النصرة ضد اهل بلده؟ اكيد في دعم مالي، هي بالدرجة الاولى يا غيرة الدين. طب في سمعت انا كمان كان نائب بالبرلمان السوري من اهل معلولة وقف مع المسلحين. طب هيدا كيف وصل على البرلمان؟ هيدا السؤال المهم كتير، انه عندنا نائب بالبرلمان سلفي طالباني، كيف هيدا صار بالبرلمان؟ مين حطه بالبرلمان؟ ليش وقت نزلوا كانوا عم يزلطوا لهم عليهم الرز، وقت نزلوا الساعة 5 الا ربع. انا سمعت انه رشوا رز عليهم على المسلحين لما نزلوا. وقت فجروا الحاجز يا غوالي قتلوا. تأخرتوا يا غوالي. قتلوا الجيش. ليش؟ شو ذنبه الجيش يقتلوه؟ شو ذنبه؟ هذا ما لهم اهل؟ مو حرام؟ طب هن بيحكوا مثلكم لغة آرامية ولا يعني هن اصولهم معلولية؟ طبعا. يعني هن اصولهم معلولية لكن اعتنقوا الاسلام بفترة ما، يعني هن معالني. طب شو اللي خلاهم يقتلوا اخوهم وابن عمهم وقريبهم؟ شو السبب؟ ما بتعرف شو في بصدوره، ما بتعرف شو في بصدور. ممكن نحكي مع زوجك شوي يقدم حاله للمستمعين؟ أول شيء مساء الخير، وحيي كل شيء عم يسمعني، ويا ريت يسمعني بدقة، لأن المعاناة اللي عشناها يا ريت أنا بتمنى إنه ما تنعاد ولا على أي بلد، ولا بتمنى لحتى لأعدائي إنه تنعاد. بالنسبة لمعلولة مو مجرد كلمة. معلولة هي التاريخ، هي الحضارة، هي الماضي، هي المستقبل. معلولة ثاني رقم بالعالم بعد القدس الشريف. معلولة اللغة الوحيدة اللي تكنى فيها السيد المسيح، اللي جبالها بتحكي اللغة الآرامية. أهاليها اللي لحد الآن ما زالوا يتكلموا اللغة الآرامية، عاشوا فيها، ربيوا فيها، ماتوا فيها، أفراحهم فيها، عزاهم فيها. ومعلولة للأسف انباعت بتراب المصاري. نحن كنا عايشين بسلام، عايشين بود، بمحبة، لكن للأسف تعايشنا كان يمكن مبني على وهم، والوهم اللي صار اللي فقنا من حلم اللي اسمه معلولة وعظمة معلولة، اللي كان الغرب يتكنى بمعلولة، وآخر شيء كان للأسف إنه كان يدهم جبهة النصرة وأعداء معلولة اللي إجوا هجموا على معلولة، والغرب اللي كان عم يدعم جبهة النصرة مقابل إنه بس إسقاط النظام بسوريا. كان أول هدية يعطيها الغرب هو تدمير معلولة. دمروا الكنائس، فجروا الأبب، حرقوا الصلبان، وحرقوا الصور، صاروا ينادوا المصاروة، وقت نزلوا مصاروة، شيشان، مغاربة، توانسة من جميع الأصقاع العالم إرهابيين فاتوا على معلولة. يا نصارى، أو بالأحرى بكلمة بذيئة ما رح أقولها، أنه أسلموا تسلموا. أنتوا عبادين الصليب، لا عفوا، عبادين الأصنام، ما قالوا الصليب. أنتوا عبادين الأصنام، أنتوا كفرة. فاتوا على بيوت، حاولوا يدمروها، حاولوا يقتلوا الشباب، حاولوا يقتلوا النساء، لكن نحن بفضل الله أنه قدرنا نوقف بوشهم فترة معينة لبين ما قدرنا نطالع النسوان والأولاد. ذبحوا 3 شباب من معلولة، بس مجرد قالوا لهم أسلموا رفضوا الإسلام. الإسلام معتنق، نحن بنآمن فيه إنه دين، لكن دين حنفي، دين سميح، لكن هذول اللي نزلوا ما لهم دين إسلام ولا لهم علاقة بدين الإسلامي. الدين الإسلامي دين تسامح، مثل الدين المسيحي دين تسامح. هذول اللي نزلوا عم يجبروا إنه بالقوة الإسلام، ونحن بنرفض هالشيء. ذبحوا المسيحية، أخذوا أسرى، وعم يفاوضوا عليهم مقابل إرهابيين. لحد اليوم في أسرى مسيح لحد معلولة. في مين؟ 6 شباب أسرى. 6 شباب. عنا أساميهم؟ عنا أساميهم. موسى شنيس، نعم. عاطف اللومي،
غسان شنيس، ايش اسمه؟ شادي ثعلب. شادي ثعلب، هذا ابوه اللي استشهد ذبحوه ذبح قدام ابنه. في سيدات مخطوفين لا. كمان؟ لا، كله 6 شباب. 6 شباب. شو بدهم مقابل الشباب المخطوفين؟ بدهم وجهاد ثعلب بدهم يطالعوا مقابلا ارهابيين من السجون، واللي تعرضنا له للاسف ما حدا شعر بمعاناتنا. هاي بس على مستوى معلولة. كنا نحن مسيحية معلولة مظلومين بمعلولة من قبل رجال الدين المسيحيين قبل ما يكونوا الإسلام، ونزلنا لهون وتفاجأنا بالظلم الحقيقي، تفاجأنا وعينا من الحلم اللي كنا نحن عايشينه وعم نحكي بمعلولة. رجال الدين هاللي باعونا، رجال الدين إن كان إسلام ولا مسيحية باعونا بتراب المصاري وتركونا لمصيرنا المحتوم. طب الكنيسة شو قدمت لكم؟ ولا شيء. الكنيسة أكلتنا. أنا رح أحكي مباشرة بدون أي تحفظ. حضرتك كاثوليك ولا أنا أرثوذكس؟ كاثوليك. وأنا بالنسبة إلي لا بآمن لا بكاثوليك ولا بروم، أنا إنسان بعبد الله. ما عندي يعني ما بعامل الإنسان على ديانته، أنا بعامل الإنسان كإنسان كمخلوق بشري. نعم. لكن للأسف الوقف تبع دير مرتقلة كان كل شيء يفوت مصاري للوقف. أهل معلولة ما يستفادوا منه بليرة سوري. الوقف الروم كان يفوتوا السواح والزوار، وكانت بالنسبة للرئيسة بلاجيا كان تجي المعونات على معلولة تعطيها للعالم اللي هي بدها اياها، اللي هن بيمدحوا فيها، والعالم اللي بحاجة لأمس الليرة ما كانوا يشوفوا منها شيء. طيب خلينا نحكي بدقة. هلا انتم تهجرتوا من معلولة وجيتوا على دمشق. يمكن يعني ما بعرف قديش بقيان حاليا بمعلولة من اهل معلولة. ما بقيان حد ابدا. اوكي. هلا انتم تهجرتوا من معلولة ما بعرف كم الف واجيتوا على دمشق. مين ساعدكم؟ يعني الكنائس شو قدمت لكم كسكن، كلبس، كاكل، كشرب، استاذ الكريم معلش يسمح لي بس خليني اوصل لك لنقطة. بالنسبة لوقف دير مرسركيس اللي هو كان تابع لدير مخلص، نعم، كمان كان اهل معلولة ما يستفادوا منه شيء. معلش الوقف ما اجته الارض مرسركيس اشتراها، اولاد دير مرتقلة اشتراها. اهل معلولة اهل معلولة اللي كانوا نعم. يتبرعوا من طيبة قلبهم للوقف، نعم. للعالم، للمحتاجين. لكن للاسف بمعلولة كانوا ياكلوا اكلنا ويشربوا شربنا ويفوتوا السياحة ياخذوهم ويحطوهم بجيابهم. ودير دير مخلص اللي كان وقف دير مرسركيس كان تابع له وبيفوت عليه بالسنة ملايين الليرات، وكان ينحط بجيبته ويتوزع على دير مخلص. وقت نحن بأمس الحاجة له باعونا بتراب المصاري. نزلنا على الشام، نزلنا بالطرقات، حاولت مع المطران وحاولت قدمت طلب مقابلة له رفض. حكيت مع المطران، ولما اجى السيد المحافظ ومع وزير الأوقاف انه حكيتهم، وانا بعد ما القوا كلمات كلهم وجابوا لنا 250 سله غذائيه، ونحن اهالي معلوله 600 عائله بامس الحاجه للغذاء وللطعام. قلت لهم بس كلمه بدي منكم يا سيد الوزير او السيد المحافظ او يا حضره المطران، ليس بالطعام وحده الانسان بل بكلمه الله. نحن ما بدنا اكل وشرب هلا، بدنا تقونا من تحت المطر، من تحت البرد. في اولاد ولا كنيسه فتحت بيوتها مشان تقوي مسيحيه معلوله. للاسف كنا منباعين فوق، باعوا فينا، ونزلنا على الشام باعوا فينا. بالمقابل أنا حسب ما بعرف من أصدقائنا من أهل معلولة اللي بيجوا بيزورونا بشكل دائم، ونحن هلا على تواصل دائم مع معلولة مشان رفع تقارير للأمم المتحدة وغير الأمم المتحدة حول وضع معلولة. أنا بعرف إنه أهل عين التينة كان موقفهم كتير إيجابي من أهل معلولة. أهل عين التينة موقفهم إيجابي 1,000,000% مقابل رجال الدين 5%. رغم انه هن ينتموا لدين اخر، وبالنسبه انه هن منتميين، يعني هن من طائفه الاسلام، ولنا الشرف انه يكونوا هدول اخوه النا. لكن لما طلعنا من بيوتنا، اول ما وصلنا على عين التينه استقبلونا بالسيارات، بالاكل، بالشرب، بالبطانيات، صار يجروك على بيوتهم مشان الله يحلفوا مليون يمين، تعا نام عنا، تعا هي بيتك. لكن للأسف ما في رجل دين طلع أخذ لنا بطانية يستر. رجل دين مسيحي ولا مسلم ولا مين من كان؟ نحن عم نحكي على أهل عين التينة الشرفاء، رجال الدين المسيحيين، إن كان روم ولا كاثوليك، ولا واحد طلع أخذ بطانية يستر مرة طالعة بعباية أو طالعة ببيجامة إنه سترة. نزلنا بتيابنا. في نسوان طلعت بالبيجامات، في نسوان طلعت بلا شيء. رجال الدين باعونا واجينا لهون، صرنا نطالب، اعطونا من الجمل اذنه، فاتوا مساعدات، يعني مساعدات هائله للوقف. المطران بيحط بجيبته علنا، والرجل الدين بيحط بجيبته، وابن معلول عم ياخذ الفتات
عم ياخذ الفتات، برد بحكيها لأمة للعالم كله، ابن معلولة أخذ الفتات. طيب الدولة شو قدمت لأهل معلولة؟ الدولة أنا ما بلوم الدولة. أنا بالنسبة إلي على الدولة اللي عم يصير بسوريا يعني أكبر يعني مثل ما بيقولوا حرب كونية على سوريا. أنا إذا الدولة قصرت من ناحية معلولة جزء بسيط أنا ما بلومها، لأن على مستوى يعني الدولة وحكومة الدولة إنه على مستوى سوريا كلها. أما نحكي على مستوى رجال الدين، الدولة السيد المحافظ تكرم جبلنا 250 سلة غذائية، أو محافظ ريف دمشق. محافظ دمشق نعم. محافظ دمشق مشكور هو والسيد وزير الأوقاف. نعم. لكن يعني جزء لا يذكر، جزء يسير. لكن نحن كنا متأملين من رجال الدين، هل نحن كنا واقفين معهم بأيام السلم، بأيام ضيقتنا باعونا. يمكن ما عندهم إمكانيات، لأنه أنت بتعرف كم المهجرين واللاجئين والهربانين صار كبير كتير. أستاذ الكريم يا ريت تفتحوا موضوع بالتحقيق الأموال اللي عم تجي من اليو ان، وعم تجي من الفاتيكان، وعم تجي من بلاد برا للوقف، واللي عم يوصل ملايين الدولارات بيوصل لعنا بالعشرات الليرات السورية. هل عم يعطوا العيلة 5000 ليرة، 5000 ليرة يعني $100، $50. أنا مستأجر بيت ب 15000 يعني كل شهر بدي أدفع 15000، وصار لي سنتين بلا شغل. أنا قاعد بلا شغل بدي أدفع ال 15000. وين مرتي؟ وين أولادي؟ وين كهرباء؟ وين مي؟ وين لبسهم؟ وين نزلنا بس إنه اشتري لهم بيجامات؟ راح بدي اشتري لبنتي بيجامة 2200 ليرة ما استرجيت اشتري لها لأن ما معي. ورجال الدين بالذات دير مخلص في له هون بيوت أكثر من 100 بيت بالشام متبرعين فيهم أهالي العالم اللي بيخافوا الله للوقف. طالبنا بفتح البيوت انه بس انه قاوونا مأوى لنا يعني مؤقت لبين ما انه الدولة تستعيد عافيتها وانه ترجع لنا معلولة ونرجع على معلولة. لكن للأسف ما انفتحوا ولا بيت انفتح الا للحالات لعالم، وعالم بيكون ذو صلة كتير قريبة. مدام إلين، حضرتك من معلولة؟ نعم. ومهجرة؟ أنا مهجرة من عيد الميلاد، يعني هي تعتبر لإلي أنا الهجرة الثانية. ليه مهجرة من عيد الميلاد؟ نحن من اللي بيوتهم ورا السفير، فنحن من وقت اللي ورا أوتيل النصرة، هلا صار اسمه فندق النصرة. نعم. نحن تهجرنا من عيد الميلاد. أنا بستغرب حقيقة الدولة ليش لحد الآن ما طيرت الفندق باللي فيه، يعني انه الا اذا كان بدها تعمل حديقه حيوان خاصه بالنصره، تعمل له شويه سور وتجيب لهم هن اكله لحوم بشر، يعني ليش ما بتعمل لهم سور وبتجيب الناس تتفرج عليهم؟ اذا كل هالشيء خايفه على السفير، يعني هل البشر اهم ام الحجر؟ هذا السؤال اللي كتير مهم، اللي أنا ما عندي جواب له. يعني كل ما حدا بيشوفني من أهل معلولة بيقول لي ليش الدولة ما طيرت السفير بمن فيه؟ قلت له والله يا أخي كنت تسألوا الدولة، أنا ماني دولة. على كل حال مدام إلين، حضرتك مهجرة من كانون أول بسبب وجود إخوتنا النصرة بالسفير. أنا من سكان معلولة، من سكان بلاد الفوقة. نعم. من وقت اللي راح الحاجز من بلاد الفوقة نحن نزلنا بعتمة الليل. شو بتسموه بلاد الفوقة بالأرامي؟ بالأرامي شو بتسموه؟ بلو تعلو. نعم. نحن طلعنا من فوق تقريبا اللي كانوا موجودين 10 عيال اللي نزلوا. نعم. وما كنا نلاقي لا سيارة تنزلنا ولا سيارة تخدمنا. كيف حتى نزلتوا؟ لأنه راح الحاجز، متى ما راحوا الحاجز كيف الطريقة اللي نزلتوا فيها؟ قريبة من قلب الأراضي لقلب الفج. وكان معكم اغراضكم وثيابكم وهيك شيء؟ كان معكم كل شيء؟ لا بس الاولاد ما قدرنا ننزل شيء اول مره. نعم. ما قدرنا ننزل لانه ما في سياره تخدمنا. هن اجوا فجأة على الاوتيل ولا كيف كان الوضع؟ لا اجوا ليش ما فجأة ولا شيء، كانوا مرتبين هن ومظبطين، وما حدا ما فيك تفتح باب وتفوت عليه لو ما صاحب هذا الباب عم يقول لك تفضل اهلا وسهلا. طيب بلاد الفوقة فيها من العيال المعالي اللي هن متعاملين مع الجماعات السلفية؟ لا هيك لا. كلهم معالي؟ لا كلهم من أهل المزارع وأهل البيوت وأهل الأراضي. نعم. لا ما في. المهم هاجموكم جبهة النصرة؟ كانوا جبهة نصرة ولا جيش حر؟ لا جيش حر كان أول مرة. أبا جيش حر على حسب علمي إنه يقال إنه هو ما عنده هالتمييز وما عنده هالتفرقة. وهو نحن من عيد الميلاد قبل الفترة نزلوا وصار قواص بيناتهم وصار اشتباكات بمنطقة اسمها. بين مين القواص؟ بين الجيش السوري والجماعات المسلحة. تقريبا. نعم.
فتقريبا ضلوا شي ساعة زمان اشتباكات غير شكل يعني. واخر ما خلص الاشتباكات الله يرضى عليهم بلشوا يرشوا علينا نحن بالمزارع. نعم. بس وقت اللي راح الحاجز ما عاد فيك تقعد بالمزارع، مستحيل. نعم. فهربنا بليله عن جد ما فيها ضوء قمر، ونزلتوا على الشام. ونزلنا على معلوله، على البلده القديمه. نزلنا على البلده القديمه. نعم، على البلاد التحتة. على بلاد التحتة، على البلده القديمه. نعم. بس للاسف ما قدرنا نكمل اكثر من 4-5 اشهر. ليه؟ لانه رجع اجى الجيش الحر كمل علينا، واجت جبهه النصره كملت علينا. بعد ما نزلتوا لتحت هربتوا مع اللي هربوا مؤخرا. نعم، بعد الحوادث اللي صارت طيب على حد علمك شو الاضرار اللي لحقت بالكنائس وبالبيوت؟ هلا نحن من بعد ما يا ريت نحدد الكنائس، يعني كل كنيسه شو الاضرار اللي صارت فيها. وهلا بنحكي على الامبيلاجيا، لانه الامبيلاجيا ينحكى عنها كتير لدرجه ما طبيعيه، وما عم بفهم اذا هي كانت جعجعيه كما يقال انه هي من جماعه سمير جعجع وكان هدفها تعمل شيء، او هي مرة هبله يعني، بس انه يعني بتحب العالم كله حتى جبهة النصرة يعني. فأنا بدنا أول كل نحكي عن أضرار الكنائس اللي صارت بمعلولة، أضرار الأماكن الأثرية، الأوابد الأثرية اللي كانت بمعلولة. أنا اللي فهمته من أحد الآباء من أصدقائي أنه هن كمان من زمان كتير ودوا الأيقونات الأهم واللوحات الأهم والصور الأهم ودوها على الشام نوع من الخوف عليها. لكن بدنا نعرف شو صار بالكنائس، شو صار بالأديرة، شو صار ببيوت معلولة، قبل ما ننتقل نحكي عن مع الكل عن الامبيلاجيا وشو عملت الامبيلاجيا. اول ما نزلت جبهة النصرة، اول ما نزلت على كنيسة مارجريوس. اللي وين صايرة؟ بساحة الضيعة. بساحة الضيعة. نعم. قوصوا عليها، هاجموها بالحكي بالقواص بالخراب. طب الدير اللي كان فوق حده نبعة المي. الكريم معلش، اول ما نزلوا الجيش الحر اخذوا الاوتيل. نعم. وقت احتلوا الاوتيل، احتلوا دير مرسركيس، منعوا العالم من الصلاة بالدير. دير مركز سركيس اللي حتى نشرح للناس هو اللي مدخله واطي كتير، واحد بده ينحني اذا بده يفوت عليه، واللي جواته ما بيبيعوا اثار وبيبيعوا صور. ايوه، حتى الناس تعرفوا بشكل جيد. المسيحية من الصلاة، منعوا المسيحية من الصلاة بقلب الدير. طيب الأيقونات الجميلة جدا القديمة جدا اللي كانت بقلب الدير كانت نعم ما بنعرف، ما عنا علم. أنا على حد علمي إنه هي مثل ما حكينا قبل شوي إنه هي صارت بالشام من زمن طويل. نعم، لأنه كانوا هن محضرين حالهم لهيك لحظة. سمعنا أستاذ الكريم، لما نزلوا أول ما نزلوا على الأوتيل أخذوا دير مرسركيس، هددوا المسيحية إنه ممنوع حدا يطلع يصلي، ممنوع. مين، الجيش الحر ولا جبهة النصرة؟ الجيش الحر. حاولنا نتواصل مع الدولة إنه كانوا ما بيتجاوزوا يعني اللي نزلوا 80 زلمة وتموا بحدود 10-15 واحد. نعم. يعني كان بيستعطون مثل ما بيقولوا طب ما كانوا أهل معلولة قادرين على أنه هن يكحتوهم من طب ليه أهل معلولة ما اشتغلوا؟ ليش ما اشتغلوا؟ لأن من جهة في عالم عم تقول لك نحن حاطينهم، ومن جهة بيقولوا لك أنت عود مالك علاقة. يصير في دم بين نعم. الضيعة. نعم. وللأسف كل الدولة وبعلم قائد الفرقة أنه هدول كانوا من بيت دياب. ولما تواصلنا مع قائد الفرقة أنه يا سيادة اللواء أنه هدول ما بيتجاوزوا ال 15 شخص، كتيبة بتطلع بتكشهم. في كان عم يتواصل معهم هو الشيخ اللي ابن عمه اللزم للمسلحين، ولاد عمه الشيخ اللي عضو مجلس الشعب. بالحرف الواحد قال نحن حاطين 4 منهم ليحموا الأوتيل وليحموا الدير بيت دياب. وهذا كلام قائد الفرقة وكلام الشيخ محمود. طب منعوا المسيحيين من الدخول على الدير، او منعوا الناس كلهم من الدخول على الدير، المسيحيين وغير المسيحيين. ممنوع يطلعوا على بيوتهم، ممنوع يطلعوا على الاراضي. ممنوع يطلعوا على الاراضي المتاخمه للدير. يعني بخطفوهم بيعذبوهم. انا بيتي مو بقلب الضيعه، انا بيتي عامل لك ورا السفير، انا منعت اني اطلع حتى على بيتي، انا ما نزلت من بيتي ولا غرض، لانه ولا سياره. وبيتك حاليا ما بعرف عنه شيء، ما بتعرف يعني. بيطلع المسيحي لفوق وبيخطفوه، بيطلع المسلم ما حدا بيحكي معه. بلاد الفوقة تحرمت علينا، وهذا بعلم الكل المسؤولين. نعم. طيب اللي كانوا مسؤولين عن منطقة معلومة. هلا ما سركيس اخذوه، بعدين شو صار؟ اللي صار انه الدولة ما تحركت لحتى يوم من الايام اللي هو اليوم المشؤوم. نزلت جبهة النصرة، نزلت على معلولة، فجروا الحاجز الثاني واحتلوا البلد، وصاروا يطلبوا من المسيحيين انه تأسلموا بمكبرات الصوت، بمكبرات الصوت وبالاصوات العالية وبالاقواس وبالتهديد. انتم يا خنازير لازم تأسلموا، انتم كفرة، انتم عبدة اصنام، انتم بهذا الالفاظ البذيئة. انتبهت علي؟ وللاسف لما حاولنا نستعين بالدولة، يعني نحن كنا مثل ما بيقولوا اغلب الاحيان كنا كبش الفدا.
طب أنا سؤالي الدير الثاني هو يمكن مرتقلة؟ نعم. مارلياس. مارلياس. شو صار بمارلياس؟ كمان حرقوه. لا بدنا نحكي بشكل دقيق، يعني شو صار بمارلياس بحسب حضرتك رايح جاي على معلولة بعرف. بعد ما دمروا دير مارسركيس وكسروا الصلبان وكسروا الأبب، دمروا الدير. شو بدي لك، كل شيء معالم فيه بتخص الوقف المسيحي تدمر. نعم. وقت نزلوا على البلد كل شيء كنايس ضربوها، سرقوها، كسروا الصلبان، كسروا الأيقونات، كسروا كل شيء بيخص الكنيسة تكسر، تدمر نهائي. بعدين مو بقى مثل انه عم يقولوا 4 كنايس، لا، في 7 كنائس اللي تدمرت. دير مرتقلة تصاوب، دير القديسة بربارة القبة تبعه تدمرت، دير مارجريوس ودير مارلياس مار لونديوس ودير مارلياس انسرق وانكسر واحترق. وقزما ودميانوس كانوا المسلحين يطلعوا ينصبوا الهاون فيه ويقصفوا على الجيش مشان انه الجيش يرد عليهم. للأسف ديورتنا أغلبيتها تدمرت. طيب اوكي هلا انا بعرف انه انتم مقاومه شعبيه صايره هلا بمعلوله عم تطلعوا تحموا البلد. نعم. وعندكم طرقكم بالوصول لمعلوله، وحتى انتم عرضتوا علي اطلع معكم على معلوله، وانا جاهز. حقيقه انا جاهز، نحن كفريق جاهزين كلنا نطلع على معلوله، لانه نحن بننتمي لكل الطوائف، ونحن هيدي الحرب منا حرب دين على دين او طائفه على طائفه، هيدي حرب سلفيين على المجتمع المدني السوري، نقطه على السطر. نعم. هلا انا بدي اعرف انه انتم شو عم تسووا لما عم تطلعوا على معلوله كمجموعه مقاومه او كمقاومه شعبيه معلوليه ضد الجماعات الغريبه اللي عم تغزي البلد. نحن اول شيء عم نطلع على البلد لنحمي بيوتنا، نحمي اللي يعني ما تبقى من بيوتنا، ما تبقى من البيوت. احنا بدنا فجروا لنا اياه وحرقوا لنا. نحن عم نحمي ما تبقى من بيوتنا. نعم فقط. طب يعني حتى ما نفوت بالقضايا العسكريه، انتم عم تطلعوا كل يوم على معلوله؟ يعني بيطلعوا الشباب بيقعدوا 3 أيام 4 أيام بينزلوا بيطلع غيرهم. دايما في شباب عم تطلع عم تناوب. طب حاليا شو وضع معلوله؟ يعني مين فيكم مين فيكم اخر واحد شاف معلوله، وامتى شفتوه اخر مره؟ اول امبارح كنت بمعلوله. نعم. شو وضع معلوله اول امبارح؟ اي وقت اجيت من معلوله؟ يمكن لما التقينا نحن. نعم. كنت وقتها جاي من معلوله. نعم. قلت لي انا صار لي 3 ايام بلا نوم ورايح نام بالبيت، ولما لما بنام برجع بشوفك. انا لما طلعت وتميت قاعد فيها 3 ايام، الجيش للاسف مثل ما كنا بالاول، الجيش من تحت والقناصين من فوق، والقناصين اللي مستلمين للبلد اي شيء بيتحرك بيقنصوا عليه، وكل يوم بيزتوا عبوات ناسفه على البلد، عم يزتوا دواليب بيحطوا العبوه بقلب الدولاب مشان يحرقوا معلوله بشتى الوسائل. يعني ما بيهمهم انه هالبلد تتم، بيهمهم انه تتدمر نهائي. طيب يعني القناصي وين موجودين حاليا بمعلوله؟ بدير مارسركيس بالاوتيل، وداير من دار عن معلوله، وللاسف كل شيء بيتحرك بمعلوله عم يحاول يقنصوا. تمثال المسيح اللي كان بمعلوله. نعم. الكبير الضخم. نعم. اللي هو كان يمكن هو المنافس الاوحد لتمثال يسوع الملك الموجود بجوني، شو وضعه؟ موجود لساته موجود، مثل ما قدروا يوصلوا لأن مكشوف، ما قدروا يطولوا انه يدمروه لانه مكشوف، اما لو طالوه دمروه. نعم. وهذا صاير فوق دير مرتقلة. وبالنسبه للامبلاجيا اللي حضرتك عم تتفضل عليها، امبلاجيا رح نحكي عنها كثير يعني بعد، رح ناخذ فاصل وبنرجع بنحكي عن الامبلاجيا بالتفصيل. رح نرجع نحكي عن الامبلاجيا أثير حولها الكثير من اللغط، نحكى عنها كثير، قرأت عنها كثير. أنا بعرف إنه الامبلاجيا بسموها أم الأيتام، أو ما بعرف، يعني هيك كنت أسمع عنها، ويمكن التقيتها أكثر من مرة. بعتقد إني التقيتها مع بعض الأصدقاء من دمشق. شو وضع الامبلاجيا وليش هاللغط اللي أثير حول الامبلاجيا؟ يعني مين بيعرف الامبلاجيا بشكل دقيق، وهي لشو بتنتمي، لأي كنيسة، لأي رهبنة؟ أنا بالنسبة لي معاناة كبيرة مع الامبلاجيا. أنا من سكان معلولة من وقت اللي تجوزت، من وقت اللي خلقت وتجوزت وضليت بالضيعة. حضرتك مانك معلولية؟ لا أنا معلولية، بالعكس معلولية أنا، وتجوزت على معلولة وضليت ساكنة بمعلولة، وطلبت من الله إني ما غير محلي، ضلني بمعلولة، والحمد لله ضليت بنفس المكان اللي أنا خلقت وربيت فيه. نعم. أنا حاولت كتير مع الامبلاجيا إني أقدر أجيب كهرباء بمساعدتها.
نعم. بس كان ردها للاسف انه ما عندها اراضي فوق، فما في داعي انها تساعدني بهذا الموضوع، مع العلم ومعروف كثير عنها انه هي عندها خط مباشر مع سياده الرئيس، عندها اتصالاتها، عندها امكانياتها الكثير قويه، بعتقد يعني حسب المنصب اللي هي فيه. نعم. بس للاسف ما قدرت تساعدني. شو ما منصبها قدرت الام بيلاجيا؟ تساعدني. شو منصبها الام بيلاجيا؟ شو وضعها؟ هي رئيسة الدير، اي دير؟ دير مارتقلة. لمين تابع؟ طائفة الروم. طائفة الروم. روم أرثوذكس. نعم. نعم. أرثوذكس. طب شو وضعها هي بالحوادث الأخيرة اللي صارت بمعلولة؟ ليش أثير حول الامبلاجة كل هاللغط؟ ليش اتهمت بأنها جعجعية مع أنه هي سورية حسب ما سمعت أنه هي من دير عطية؟ دير عطية. ليش أثير حول كل هاللغط انكتب عنها كل هالكلام؟ لأنه هي من خوفها على الدير، ممكن من خوفها على الأيتام اللي عندها، أو تحسبا حتى ما يجي لعندها حدا من جبهة النصرة، فللأسف إني أول مين دق فيها هي جبهة النصرة، ما خلت حدا يسكن عندها بالدير، طالعت العالم اللي بالدير. يعني رفضت أنه تقاوي أهل معلولة بالدير، أيوة رفضت طبعاً. إيواء أي حدا من أهل معلولة بالدير. هلا هي وين؟ هلا هي هون ما بعرف، وانا من اول مين اجى يعني بيلاجيا هلا مساعداتها، لانه انا من عيد الميلاد طالعه من بيتي، انا اول مين اجى وطلب منا فرشه. نعم. لما عندي فرشه نام فيها، انا تركت بيتي 3 غرف، نعم. وبيتين لاولادي، لسه ما يعني ما سويته. انا بالنسبه لي اذا بيعطوني قصر مقابل هالبيت اللي معمرته ما برضى فيه، نعم. لاني انا اللي عمرته، انا اللي تعبت فيه، انا نعم. اللي حفرت الاساس تبعه، انا اللي نقيت الحجار تبعه. انا هذا اذا بيعطوني بداله قصر مالي مصلحه فيه. نعم. انا يرجعوني على بيتي هلا وما بدي شيء منهم ابدا ابدا. انا لجأت لعند الام بلاجي، قلت لها بدي فرشه نام عليها، انا لما نزلت ما قدرت نزل غرض من بيتي. شو كان رد بيلاجي عليكي؟ بحكيكي بعدين، ماني فاضيه. ما أنا فاضي. بحكيكي بعدين. طب شو علاقتها بجبهة النصرة؟ حسب ما قيل انه استقبلتهم وتصورت معهم أنا ما شفت شيء حقيقة، بس نقل لنا كلام كتير عن علاقتها بالجبهة النصرة. هل هي فعلا على علاقة بجبهة النصرة؟ هل هي استقبلتهم عندها بالدير؟ هذا السؤال كتير مهم. نحن بدنا نحن هون برنامج حقيقي للناس، لا نقدم الحقيقة للناس، بهمنا ما نكذب على الناس. هل كانت بيلاجيا متعاطفة مع جبهة النصرة؟ هذا سؤال كتير مهم. انا برايي كانت؟ انا برايي كانت. ليه؟ لانه العمل اللي كانت هي عم تقوم فيه او الشغلات اللي عم تساويها بتدل انه هي هيك. طب شو نحن مصلحتها؟ تقريبا كنا اكثر من 20 عائله اللي نزلنا من بلاد الفوقه لوين؟ على معلوله. هي دايرة قالنا شو بدكم؟ دايرة أول هي ما بلشنا. دايرة وين كان هي؟ بقلب الدير. نو بقلب معلولة ولا لا فوق؟ بقلب معلوله. بقلب لجأتوا لعندها على الدير انا شخصيا رحت لعندها ورفضت استقبالكم. قالت لي بعدين بحكيكي ماني فاضيه. نحن نزلنا طب ديرة ممكن يقوي 20 عائلة من أهل معلولة من بلاد الفوقة؟ ايه بيقوا لانه الدير كبير، دير مرتقلة كبير، وفيه اكثر فيه مساحه غرف كثير كبيره، فيه عالم كان يتاجر بالصيفيه، مو معقوله ما تاجري عالم. يعني أنا بتذكر، اسمحي لي، أنا من خلال عملي مع بهالمواضيع، الأب جاك مراد اللي هو حاليا رئيس دير مارليان بالقريتين ومار موسى بالنبك، لما صار في مشاكل بالقريتين آوى 4000 شخص بالدير، أكلين نايمين شاربين على حسابه. استاذي الكريم، هناك دير. استاذي الكريم، يعني هل انه الام بيلاجيا عندها امكانيه او عندها مكان تستوعب كل هالناس؟ استاذي الكريم، انا رح جاوبك. بالنسبه للام بلاجيا عندها استعداد تجيب مو 4000 5000 شخص، عندها امكانيه قصدك؟ عندها امكانيه تجيب 5000 شخص من هدول اللي بيجوا على معلوله سياحه، واللي بيستاجروا البيوت تبع دير مرتقلة سنوي، بيدفعوا كل شهر 50,000. هدول الأغنياء بتستقبلهم وبتبوسهم وبتحطهم على الراس. أما ابن معلولة الفقيرة اللي تهجر ما أنا مستعدة تعطيه حتى كيلو لبنة من البقرات تبع الدير. أنا جبت لها وحدة كانت بالفعل بحاجة لغرفة، هي قبل الأحداث بشي شهرين، وهذا نحن كنا نعم نلمس اليد. اسمها لهي المرأة، نعم، كانت بحاجة غرفة، ضلينا مفاوضات مع الرئيسات أكثر من ساعتين قدرت أخذ لها غرفة تقعد فيها. مين الرئيسات؟ يعني قصدك الراهبات؟ الراهبات موجودين. نعم، أكثر من ساعة مفاوضات معهم مشان الله. ما لها محل تنام، جاية طالعة من بيتها متخانقة هي وجوزها، في إشكالات، في شغلة، في شو ما كان يكون الوضع، بس أعطيها غرفة تنام فيها لبكرة الصبح. من معلولة هي؟ لا هي مو من معلولة، غريبة بس رفيقتي. نعم. ما قدرت تاخذ غرفة لبعد يمكن سواد الليل.
بالمقابل في كتير غرف فاضيه وفي كتير غرف ما فيها طب شو حدا. السبب في غرف فاضية وما قبلت تقاوي أهل معلولة؟ ما معها مصاري، ما معها مصاري تدفع. معك مصاري بتفوت على الدير ومرحب فيك وبتستقبلك وبالاهلا وسهلا، ما معك مصاري ما بتسوى شيء. وللاسف الوقف كله تعامل مع اهل معلولة على هالطريقه، كله تعامل مع اهل معلولة على هالطريقه. نحن لان نحن كنا اولاد البلد، كانت ما تطيقنا لما بنقول للرئيسه وهي معها معلومات انه مثلا هدول اللي قاعدين بالاوتيل كانوا اولاد معلولة من بيت دياب، فرضا انه اذا في مسؤول متعاون معهم ما عم يوصل الاخبار للدوله او ما عم توصل الحقيقه للدوله، انت يا امنه بلاش، يا انت بيستعطيك اتصالك مع السيد الرئيس، بيستعطيك تحطيه بالصوره، وانا واثق انه السيد الرئيس مو دريان بشيء، ولما انه تتصل تليفون بتقول لهم انا ماني مستعد اتصل مشان ابن معلوله، وكانت بالذات قاعده بمعلوله وعم تحارب معلوله. وكل اهل البلد بيشهدوا بهذا الكلام، ولما كانوا يتصلوا فيها الامن انه شو عندك الوضع بتقول لهم كله تمام ما في شيء من الشيء، ولما كانوا اهل البلد العالم اللي عم توصل الرساله للدوله انه في مسلحين في ارهابيين في خطف، هي كانت تكذب هذا الكلام. طب وين بيلاجيا حاليا؟ موجوده بدير مرتقله، وليش ما قربوا عليها؟ المسلحين ما قربوا نعم ما قربوا عليها، وفاتوا لعندها وتصوروا هن وياها وما قربوا عليها محبة فيها. يعني هالكلام مزبوط، الكلام على انه تصوروا مع الامبلاجيا، تصوروا معه وفاتوا على قلب الدير. ليش كل الديورة تكسرت الا هذا الدير؟ ما انا هذا السؤال برسمه هي، يعني هي تتفضل تجاوب على السؤال. يعني لانه في ايتام كان بيستعطى تطالعون، لما بتخاف على الايتام كان بيستعطى تخبر اي مسؤول من الدوله له يعني مصدر ثقه انه في مسلحين فوق، في 10 من المسلحين كان بيستعطى الدوله تنهيهم بساعه وانتهى الموضوع. لكن للأسف كانت هي بايعتنا أول الناس، والوقف تبع دير مرتقلة كان يفوتوا بملايين الليرات سنويا. ابن البلد ما كان يشوف، ابن معلولة بالذات، حتى على مستوى التوظيف تجيب المسلم اللي ما بيطيق مسيحية معلولة وتشغله ما تشغل ابن معلولة. طيب بنرجع لوضع أهل معلولة بدمشق. حكيتوا معي او حكينا مع بعض مشان موضوع الاولاد معلوله اللي هن بالمدارس، واللي هن يعني حاليا ما استقبلوا من مدارس التابعه للكنائس. ما قبلوا ما قبل نرجع على مدارسنا معلولة ما فيها شيء. نحن طلعنا من معلولة على اساس نطلع الصبح او المساء ونرجع ثاني يوم. نعم. هي كانت الفكرة، ما نعم. كان حدا متوقع انه يطلع وما عاد يقدر يرجع. نعم. في عالم كثير ما طلعت بالبيجامات، في عالم كثير طلعت عارفوا منك عن جد بالشحيط، ممكن عن جد عالم في طلعت فردة وفردة، لأنه على اساس انه طالعين وراجعين بكره. نعم. ما حدا متأمن، يعني لا حدا حامل هويته ولا حدا حامل دفتر عيله ولا حدا عامل حسابه انه بده ينام بالشام. نعم. على اساس طلعتوا اليوم بكره بنرجع. نعم. هذا اللي صار فينا، حتى وصلنا ليوم المدرسة بالذات لساتنا متأملين انه نحن عن جد بدنا نرجع معلولة، ما لنا عارفين رح يصير فينا هيك. وانا اول الناس اللي رحت لحتى سجل اولاد بالمدارس ما كانت قبل المدرسه. اي مدرسه؟ بدويلعه. لا مدارس تابعه للمدارس للدوله. مدرسه الاحنف بن قيس. الاحنف بن قيس، ليش ما قبلت المدرسه؟ قال ما عندها محل. ما عندها محل. ما طيب عندها محل تحط ولد. ورحنا مدارس ثانيين في عندهم محلات بتروح بتجيب لنا ورقه انك انت مهجر. انا نزلنا بلا هويات بلا دفاتر عيله، ما معنا شيء يثبت شخصيتنا. وبعد الاخير حكى وزير الاوقاف مع السيد المحافظ قال بتروحوا ونحن اعطينا التعليمات انه بتحطوا الولد بالدروس، لكن للاسف رحنا على المدارس مثل يعني كلامهم كله ما له ذات قيمه عند اي مدير او مديره فتنا لعندهم. طب روح جيبوا ورقه. المدارس التابعه للكنيسه، المدارس التابعه للكنيسه شو كان موقفها منكم؟ يعني هل يعني مدارس سواء الارثوذكسيه او الكاثوليكيه، يعني هل يا ترى فتحت ابوابها للطلاب؟ لو في حكي من هذا الشيء كان كل العالم راح تسجلت، بس في انسات المدرسه انا برايي لولا خوفهم على حالهم ولولا خوفهم انه مناصبهم راحت وما عاد فيهم يدرسوا ما سعوا وما ركضوا لحتى يرجعوا يعملوا مدرسه لاهل معلوله. يعني حاليا في مدرسه لاهل معلوله، مدرسه بس بعد معاناه شديده. وين المدرسه؟ ولحد الان كتب ما في. كثير مهم نحن كمان نشيد بالاشخاص اللي عم يساعدونا، يعني كنيسه مار يوسف بالطباله عملت مدرسه لاهل معلوله واستقبلوا طلاب من اهل معلوله. طيب دفعتوا شيء مصاري؟ ابدا. والكتب ما جابوا لنا شيء، ما في كتب، بس كانوا اعطوهم قرطاسيه مشان اعطي، غير هيك ما اعطونا. عم نتامل انه يجيبوا لنا الكتب لسه. يعني نحن هون بنوجه كمان نداء لوزاره التربيه حتى هي تساعد بكتب لطلاب معلوله. يعني كثير مهم وزير التربيه اذا عم يسمعنا، كثير مهم وزير التربيه اذا عم يسمعنا، اذا ما بعرف اذا عنده وقت طبعا يسمعنا،
انه يساعدنا بكتب لاهل معلوله. يعني انا برايي استاذ لو ما خوفهم لانسات انه راحت المناصب تبعهم ما ركضوا ما سعوا انه يرجعوا يعملوا مدرسه، حتى في منهم وصلوا لانه يعملوا خلص دوام اداري بوزاره التربيه وتصطفلوا روحوا دبروا حالكم. لا نحن بقناعتنا نحن كمان لازم نشيد بالناس اللي عم بتساعد، نشيد بالناس اللي واقفه في معنا. انسات المدارس ركضوا من قلب ورب وجد انا بشكر جهودهم. في انسات كثير حاولوا ركضوا وسعوا وجد انا بعرف حق المعرفه باسماء معينه كانوا يقطعوا من وقتهم ويطلعوا من جيبتهم الخاص، يطلعوا من وزاره التربيه للمحافظه لعده جهات، عرفت كيف؟ بس مشان يحاولوا يامنوا مدرسه انه يامنوا التلاميذ، لكن لحد الان ابو الطلاب اللي فاتوا على المدارس لا معهم كتب لا معهم شيء، مثل اللي اعطوهم طيب قرطاسيه او شنطايه مثل لهايه للطفل انه عود وسكوت. طيب نحن حتى ما كله يكون مركز على وزاره التربيه مشان ما الوزراء ما ينزعجوا، يعني بدنا وزير الصحه او وزيره الشؤون، يعني الدكتوره كندا او وزير الصحه شو قدم لاهل معلوله وزير الصحه؟ لانه انا بعرف كمان هلا نحن فايتين بشتويه وفي اطفال وفي معاناه وفي مشافي، ما قدموا اي شيء ابدا ولا اي شيء ولا اي شيء ابدا. لحد هلا ما جانا شيء منه. وزاره الشؤون ولا شيء ابدا. وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل نزلوا العالم على كنيسه الصليب، سجلوا على اساس يعطون مصاري. نعم. قسم من العالم عطوهم وقسم الباقي ناطرين شباط ليشتي. يعني العالم اللي ما بحاجه في منهم اخذوا، وفي عالم اللي بحاجه اللي ناطرين المساعده ليشتروا جاكيت لاولادهم ما عطوهم. يعني قد ايه العدد تقريبا التقريبي لاهل معلوله الموجودين حاليا بالشام؟ كلهم قد ايه عددهم؟ قد ايه عددهم؟ اوكي بال 550 عائله، يعني تقريبا يعني بال 2000 3000 زلمه، 3000 بني ادم. نعم ما بقول لك 3000. طب عندي سؤال شوي مزعج يعني لكم، انه سمعنا انه الدول الغربيه عم تقدم لجوء، يعني عم فاتحه باب اللجوء لاهل معلول، هالكلام دقيق او لا؟ حتى لو قدموا لنا اللجوء نحن بنرفض نطلع برا بلدنا، لانه هي بلدنا نحن عشنا فيها، عايشين بكرامتنا نحن، ما أنا مضطرين نترك بلدنا يعني لناس غرب ويجوا هنا ياخذوا بيوتنا وكل شيء. استاذي الكريم، اذا كانت فرنسا او بريطانيا او اوروبا العجوز او امريكا بدها تقدم لنا هالجنسيه على طبق من ذهب، انا عندي غبار صرمايه معلوله بدول الغرب وبدول اوروبا وبامريكا وبالحكام تبعها، وهدول اذا جابوا البلا هن لمعلوله ونحن ما انا بستغرب الحقيقه، يعني انا بستغرب هيدي الدول الغربيه اللي هي جابت جبهه النصره على سوريا، واللي هي خلقت شيء اسمه جبهه النصره، هلا فتحت عملت ام حنون بدها تحضن السوريين. طب انتم لا حبيبي، لا تحضنونا عندكم، لا تبعتوا لنا الكلاب تنهش بلحمنا. هن بعتوا هدول الديابين ينهشوا بلحمنا، وبعدين هن بقى صاروا هلا الام الحنون اللي هي بدها تقاوي اهل معلوله. شبه لك شو صار فينا بالنسبه لاوروبا او اللي تآمروا علينا وعلى سوريا وعلى الشعب السوري الطيب. بايد اليمين بيضربوك السكين، بايد اليسار بيداووك بيقولوا لك طيب حبيبي هلا بالطيب. ونحن ما بيشرفنا لا اوروبا ولا فرنسا، بالذات فرنسا اللي على اساس انه هي كاثوليك، ما بيشرفنا انه نكون نحن تابعين لها، ولا المانيا ولا اي دوله اجنبيه. نحن بيشرفنا العلم السوري، هاد تاج راسنا، والسيد الرئيس هاد تاج راسنا، ومعلوله اللي هي ترابنا، امنا وابونا وحياتنا ودنيتنا. في كلام عن انه العوده لمعلوله قريبه ممكن؟ نتمنى ان شاء الله. لا يعني شو في اجراءات، شو في عم نتمنى من الدوله اليوم قبل بكره، نتمنى من الدوله اليوم قبل بكره. والله العظيم والله العظيم والله العظيم هلا يقولوا فيكم تطلعوا على معلوله، انا فيني اقول لك 95% هلا بتترك الشام وبتطلع، مو لانه الشام بس لانه بلده الواحد، ارضه ترابه حياته وعيشته عاش فيها. بلوتح معلوله شميطه مغنى، امتى الطوره وكعلب حنه، قيمه يمينا لو فشن معني الا يمكن تكملي. بلوتح معلوله شميطه مغني، امتى الطوره وكعلب حنه، قيمه يمينا لو فشن معني الا لحدت شخي كلمونا. ممكن نترجم للغه العربيه؟ ممكن. معلوله هربانه من الجنه، هربت من الدنيا وقعدت يعني بحضنه، ونحن يعني شلون كيف انه هي تاج القلمون. معلوله هي تاج القلمون، للاسف معلوله هي تاج البلد، ونحن لنا الشرف انتمائنا لنا. طيب قد ايه يعني قد ايه كم المسلحين الموجودين حاليا حوالين معلوله؟ قناصين فقط قناصين، يعني ممكن
100 50 20 ما بتعرف، بس هالقناصين. وبنتمنى الدولة انه تطلع لفوق وتلتف عليهم عملية التفاف وتخلصنا من هالمسلحين، لنرجع لبيوتنا، لأراضينا، لأرزاقنا، لنرجع للأمان اللي كنا عايشين فيه. وهذا تمنينا من الدولة هلا، يعني بهالساعة مو بكرة، وبكرة مو بعد بكرة. بعده فندق جبهة النصرة بعده محتل من ما قبل بدنا المسلحين. ما بدنا الفندق، ولا بدنا بيوتنا، ولا بدنا حجارنا، نحن منعمرها، ونحن منعمر ديورتنا، ونحن منعمر اراضينا، وبنرجع ونزرع الشجره، واللي حرقوا الشجره بنشيلها بنحط وحده غيرها، بس نرجع على اراضينا، على بيوتنا، نرجع لك حتى لو كانت رماد، نحن مننظفها منعمرها، ونحن بنرجعها معلولة الأبية، معلولة اللي كانت ترفع الصليب السيد المسيح بأعياد المسيحية، واللي كان من العالم كله يفتخروا انه هي معلولة اللي بترفع الصليب السيد المسيح. نحن يعني كانت الحقيقة كان لقاء جميل، يعني رح نحكي طبعا يعني كان كتير مؤثر، وانا لا شفت الدموع قديش صبايا عم يبكوا وما بعرف. كنت امشي كل يوم نص ساعة نزلة لوصل على معلولة ونص ساعة رجعة. نعم. المهم اني ما نام بالشام. نعم. نام بهوا الضيعة وشم هوا الضيعة، مع انه بيتي بعيد كتير عن الضيعة. احنا الامان اللي كنا عايشين فيه والعيشة اللي كنا عايشينها ما حدا بيتخيلها ولا حدا بيتصورها. انا كنت نام على باب المنخل، يعني ما في باب، منخل بس. نعم. بس سكر باب المنخل ونام انا واولادي وجوزي. بقلب البرية، يعني أنا المنطقة اللي قاعدة فيها تعتبر برية، ما بتعتبر أبدا بلد. نعم. أنا معمرة فيها من 96 بمساعي وجهود اللي الله يرضى عليهم ما قدرت جيب كهرباء. نعم. لما أقدم على كهرباء يقولوا لي ما في إمكانية للكهرباء. ضليت من 96 لل 2009 لقدرت جيب كهرباء. كيف عشتي؟ عضو الشمعة أو القمر أو السراج. اوف. اي طبعا. معلولة البلد السياحية اللي مسيطة بكل العالم، فيها ناس عايشة بلا كهرباء. كريم، معلولة كانت عم تتحارب على أعلى المستويات بس لأن اسمها معلولة. أنا ضليت من 96 حاول إني أسعى بكهرباء، ومو لإلي بس، للحارة كلها. يعني مولدة نظامية للحارة كلها، تقريبا شي 20 بيت. ولحد هلا في عنا بيوت بهذيك المنطقة ما فيها كهرباء. من أهل معلولة. من أهل معلولة ما عندها كهرباء. أستاذي الكريم، على مستوى المخطط التنظيمي، نحن لحد الآن لساتنا عم نتعامل بالمخطط التنظيمي تبع ال 78. من 18 سنة ما تعمرت بلوكة بمعلولة، كان هي أكبر دليل إنه بدهم يهجروا أهل معلولة. ما بيخلوك تعمر، وإذا بتعمر بيحطوك بالسجن وبيهدوا لك بيتك. والمخطط التنظيمي كان بأيد أمينة. وين هو أيدي أمينة؟ العلم عند الله. وبعتقد كمان سكروا المدرسة الآرامية حسب ما فهمت. نعم. أفرجوا عن المخطط، لكن مو عاطينا 1%. بالمناسبة ليه سكروا المدرسة الآرامية؟ لأنه فيها طلع ما في حدا بيحكي آرامي بمعلولة. ما نعبري، هذا جهل، هيدا ما نعبري. هذا الحرف اسمه أصلا اسمه باللغة العبرية الحرف الآرامي المربع. وانا بتذكر كان محطوط على الجامع انه وشالوا الحرف الآرامي المربع من على الجامع. هلا ما راح افوت بهيدي التفاصيل وبالاخطاء تبع الجهل اللي سوء حظنا وسوء حظ هالبلد وصلهم لمناصب عليا بالبلد. ما رح نحكي بهالمواضيع. هلا نحن بهمنا انه الناس ترجع على معلولة، بهمنا انه اهل معلولة يرجعوا على معلولة، بهمنا نحن نطلع على معلولة، بهمنا نطلع نحن على معلولة مثل العادة. كنت دايما اروح اعبي مي من العين اللي حد معلولة اللي فوق براس الظهر. يعني حقيقة الشيء اللي صار بمعلولة نحن ابدا ما كنا نتصوره. واحد يعبي مي من العين قاموا خطفوه من عين مارسلكيس. من مارسلكيس صح، خطفوه. مين؟ بس انتماءه مسيحي فقط، بس لانه انتماءه مسيحي. وللاسف هذا كان حزه بقلب. بالمناسبه بيت دياب شو صار وضعهم بعد ما بيت دياب وبيت قمر بعتقد اسمه؟ هلا هن تهجروا ونحن تهجرنا. لا هن وين تهجروا؟ ما بنعرف. انا سمعت لما جبهة نصرة غادرت معلولة اخذتهم معها. طلعوا على يبرون. عضو البرلمان السوري هو موجود. بعده عضو برلمان ولا بطل؟ لا موجود. وعم يجي على الشام؟ على الشام وموجود بالطائفة وعادي بيمارس حياته الطبيعية. يقال انه هو ساعد المسلحين كثير. العلم عند الله.
لا انتم كاهل معلوله بتعرفوا انه هو أولاد ساعد عمه لزم، المسلحين او أولاد لا؟ عمه لزم بس اولاد عمه الله اعلم ما في القلوب، يعني اذا عم يساعدهم نحن هذا الشيء ما بندرى فيه، واذا ما عم يساعدهم هذا كمان ما بندرى فيه، بس شو هن اولاد عمه لزم. طيب عطى هو شيء تصريح قال شيء بحق معلوله هذا برسم الدوله مو برسم. لا انا عم بسال انتم كناس متابعين ومثقفين، هل يا ترى هذا الرجل عضو البرلمان السوري العظيم عطى شيء تصريح، قال شيء كلام بحق معلوله مش حق المجازر؟ صار انا بتذكر حسب ما قالوا لي في شابين اندبحوا بمعلوله. ثلاثه لا اندبحوا ذبح بالسكين. اثنين ذبحوا وواحد اثنين غواص. اندبحوا بالسكين يعني. نعم. طب هو شو قال عن اهل ضيعته اللي اندبحوا بالسكين؟ ما بنعرف، ما عندنا فكره. يعني طلع على وسائل. برجع ما عندنا فكرة. خليني احدد اكثر. سيد ممثل معلوله بمجلس الشعب طلع حكى شيء عن ذبح الشابين اللي اندبحوا بالسكين من اهل معلوله؟ لا ما ولا قدم ولا اي تصريح ابدا ولا اي تصريح. شو بالمناسبه شو تبريره هو؟ يعني انه كيف انا يمكن شوي يعني عقلي على قده، يعني يتفضل يقول لنا هو اذا عم يسمعنا هلا ليش هو لحد الان ما باض الجوهره وقالنا انه شو السبب انه هو ما حكي ولا كلمه بحق معلوله، واذا عنده شيء يحكي يتفضل يسمعنا اياه، الا اذا هو ما بيعرف يحكي، هذا كارثه ثانيه. يعني انا بعرف مجلس الشعب تبعنا فيه جزء كبير من الاميين واللي ما بيعرفوا يحكوا، بس ما لدرجه انه انا ما اطلع اقول يا جماعه ما بصير انه انا يندبحوا شابين من ضيعتي، انه ما بدي بكتب له اياهم انا او بحفظه اياهم على جمعه وبيطلع بيقولهم هو. لو معتبر انه دولة ضيعته ما كان صار هالشيء، انا هيك برايي. ما معتبركم انه ضيعته؟ لا ما كان قبل ينزلوا من فوق. لو انه لو فعلا معتبرنا انه هي ضيعته عدد هي الضيعه ضيعته ما ما صار خلاهم شيء. يوصلوا لهالمواصيل، كان بيستعطوا يخبر الدوله حتى لو اولاد عمه، انت بدك تخرب البيت على شو عم تخرب بيتك وبيت العالم؟ لو هو فعلا انه ابن الدوله او بيحافظ على الدوله ما وصل لهالمواصيل، كان على مين من بيت دياب اللي كان ضمن المسلحين وضمن الناس اللي قاموا بعمليات ضد اهل معلوله؟ كثير. وفي منهم ما قربوا على شيء، في منهم اشراف من بيت دياب. مو كلهم، ما بتقدر انت تحكم على الكل انه سيئين، لا نحن ما بنعرف، نحن عم نسال لانه نحن بهمنا نوضح للناس الحقيقه. نعم نقول لك قسم منهم كان سيء وقسم منيح، كانوا لا مناح. والعائله الثانيه قمر. كلهم هيك ما بتقدر انت تحكم. ممكن يكون اخ، ما فينا نحط الكل بسله واحده. لا ما بتقدر تحط. ممكن يكون اخ عاطل وبكون اثنين مناح. بس بالمقابل الناس الاوادم ما حكوا لا بالاعلام ولا باي شيء، نعم. ولا ادانوا ولا عملوا نعم. اي شيء. نعم. طب وين هن هلا بيت قمر وبيت دياب؟ ما حدا موجود منهم. غادروا معلوله. نعم. ما بتعرفوا لوين؟ اغلبيته على يبرود. غالبيته على يبرود. ما صار ان شاء الله يبرود صارت مرتع نعم. للجماعات الارهابيه. انا حقيقه ما بعرف، عندي سؤال دائما صار له سنتين بينقر براسي، انه ليش يبرود؟ يعني ايش معنى ترك الدوله هيك يبرود وعم تتفرج علي وهي عم تبث ارهاب شمالا وشرقا وجنوبا وغربا؟ ما بعرف انا. ما في بؤره ارهاب هي يبرود ورنكوس وفليطه وفليطه من زمان. فليطه كانت راس الفتنه، مو من هلا، من عشرات السنين، ورأس الفتنة بالتهريب السلاح والذخيرة، ورأس الفتنة كان بكل شيء، لكن للأسف الدولة ما بعرف. المعبر الرئيسي كانت فليطة. على كل حال نحن رح ناخذ شوية استراحة ونرجع بنكمل إن شاء الله.
رح نبقى بمعلولة. يعني قبل شوي كنا عم نحكي انه رح يكون عيد الميلاد السنة بمعلولة، ورح تكون الطريق لمعلولة مثل العادة مزينة وجميلة ومحمية، ورح نمرق بعين التينة. ونتشكر أهالي عين التينة على كل شيء عملوه، لأنه أثبتوا بالفعل أنهم سوريين، وأنه انتمائهم للبلد أكبر من أي انتماء آخر. ما بعرف بالمناسبة، يعني كل ما فكر أنه ننهي الكلام عن معلولة بيستجد عنا كلام جديد. يعني بعرف أنا في حوالي تقريبا حاليا في حوالي 30 شخص عم يدافعوا عن معلولة بشكل دائم، عن بيوت معلولة، عن ممتلكات معلولة. هل يا ترى في أحزاب أخرى؟ يعني في أحزاب، أنا سمعت أنه في ميليشيات حزبية مثل القوميين السوريين أنه ساهموا بالدفاع عن معلولة. هالكلام شو مدى دقته؟ نعم، في قوميين ساهموا بالدفاع عن معلولة. كثير عالم كثير ساعدونا، وفي كثير أحزاب ساعدونا. نعم. كمان يعني نحن ما حكينا أبدا عن وزارة المصالحة. يعني أنتوا توجهتوا شيء لوزارة المصالحة أو قدمتوا لهم أو شرحتوا لهم وضعكم وحكيتوا شيء عن عما حصل بمعلولة؟ يعني الدكتور علي حيدر واحد من الأشخاص اللي أنا بحترمهم وبحبهم حقيقة، وبعرف قديش هو عم يتعب وعم يشتغل. يا ترى شو قدمت لكم وزارة المصالحة الوطنية؟ شو بدك صالح؟ ولا شيء ما عندنا معلومات بشي نهائي. ما عندنا معلومات لا من مصالحة ولا غير مصالحة. هذا الكلام عم بسمعه منك. يعني لا يعني أنا بعرف وزارة المصالحة أنه بتحاول، أو يعني حسب ما بنقرأ بالتلفزيون أنه بيقولوا أنه المتضرر سيارة بيت بيروح بيقدم طلب لوزارة المصالحة مشان تعوض له على الأضرار. فمدام إلين أنت شفت قبل شوي منك عريضة كاتبتيها، ما بعرف لمين، لحدا بالدولة، وقلتي لي رفض حتى أنه يتقبل العريضة منك. أنا قدمت عريضة للدولة من وقت اللي طلعت لمين؟ للمزرعة. أول شيء كان شيء اسمه أمن الشرطة أو شيء هيك بالحريقة. بعدين أخذته لجنب تاني كمان، ماني حافظة الجهات مزبوط. يعني رايحة جهات كتيرة انت. رايحة جهات كتير، وعملت الأوراق وظبطتهم وساويتهم. حتى المخفر ما قبل، وقت اللي خلصت لازم المخفر تبع معلولة يمضي لي علي. نعم. المخفر تبع معلولة ما قبل يمضي لي علي. شو السبب؟ السبب انه لا، انا محل ماني ساكنه، ما في عصابات ارهابيه ولا في شيء ابدا. لكن كيف نزلتي؟ طيب اطلع وكشف وقول لي هذا الحكي حتى بطل اني انا اقدم عريضه للنيابه العامه اني انا بالفعل بيتي ومزرعتي راحوا. ما قبل. حتى تبع اللي رحت لعندهم اخر شيء مدير منطقه للتحقيق في هذه الشكوى بالنتيجه اصولا، ما قبل يحول لي اياها على القصاع. قال لي انتم في عندكم مخفر بمعلوله بترجعي على معلوله. وما حدا قبل لي، كأني ما سويت شيء. يعني رحت وركضت وعملت، حتى بوزارة العدل ثبتها، ومع هيك ما حدا قبل يطلع معي. بالنسبة لوزارة المصالحة كانوا على المقلية أوقات قبل ما ينزلوا على بيوتنا يطلعوا يزبطوا الأمور، قبل ما يدمروا معلولة كان بتمنى أنه يطلعوا يسووا مصالحة وطنية، أنه يشوفوا مشاكل الناس، يشوفوا اللي ناقصهم، أو الشغلات الفراغ اللي صايرة بين الطوائف، أو الفراغات اللي صايرة بين العيال. لكن للأسف نحن ما بنشوفهم غير على الإعلام. نحن ما عندنا معلومات عن المصالح الوطنية، وبيوتنا تدمرت وتكسرت، ولحد الآن ما في جهة اجت مثلا طالبت بالتحقيق انه شو السرقات اللي صارت، او شو البيوت اللي تدمرت، او الاغراض اللي راحت. نحن ما نعرفانين شيء نهائي. طب بقلب الضيعة حاليا، بقلب الضيعة بالأحياء القديمة تبع الضيعة، هيدي نعم. الأحياء المبنية على الجبل، نعم. مين موجود حاليا؟ في الشباب اهل الضيعة، شباب الضيعة. نعم. وفي ما في نساء ابدا، ما في كبار بالعمر، ما في اطفال. وفي من الدولة، في الجيش من الدولة ابدا. هن اللي عم يحموا الضيعة اكيد. بس الوصول لمنطقة لمرساد كيس مستحيل. من السابع المستحيلات، لأن القناصين منتشرين على الجبال. وضع الفز شو هو؟ ما كمان ما تقنص. من وين عم يقنصوا الفج؟ من كل الجهات، من الجبال. يعني هن موجودين بقلب الفج؟ لا هن من فوق بالجبال. بالمغرب فوق. بالمغرب. نعم. تبع الفج. هن عم يقنصوا على اللي بيمرق بقلب الفج. نعم. برجع للحوادث الأليمة اللي صارت بمعلولة. الشابين اللي اندبحوا، يمكن كان في شاب من بيت ثعلب حسب ما فهمت. اثنين من بيت ثعلب، ومخايل ثعلب، وسركيس الزخم. طب ليش اندبحوا؟ يعني انه كيف اندبحوا وليش اندبحوا؟ كيف اندبحوا؟ يعني نحن بهمنا هالصوت يوصل للعالم كله. الناس عم بتقول لا ارهاب ولا يعني الناس عم بيحكي، الاعلام العالمي بيقول لا ما في ارهاب. بتعرف قديش
اوادم هدول ومالهم لا مشاكل، ليش ولا منتمين اندبحوا؟ لاي حزب شو ولا كيف منتمين اندبحوا؟ ولا اي شيء، اندبحوا بس مجرد انه بتأسلم قال له لا قام ذبحوا. بالسكين؟ نعم بالسكين 2 مذبوحين ذبحوا 1 قواص. قدام اهل الضيعه؟ لا هدول لما تموا ببيوتهم فاتوا هدول داهموا البيوت. يعني لقطوهم ببيوتهم. ببيوتهم. قد ايه كانت اعمارهم الشباب اللي خايل استشهدوا؟ بال50 وانطون بال36 وفي السركيس 22 سنه 21 سنه، وفي اخته لانطون تقوصت قواص بصدرها وهي موجوده وبستطيعكم تستضيفوها وبتسمعوا منها الحقائق. بالمناسبة كمان امبارح يمكن استشهد طفل من نعم. أهل معلولة أو طفلة ما بعرف، طفل من أهل طفل معلولة عنده ملاك. استشهد ابن قرب والدته ابن رئيس البلديه بشظية للاسف بشظية المرحوم من- شربل ناجي وهبي، وللاسف هربنا من البلد من الذبح والقتل والقتل، جينا على الشام كمان لحقنا القتل لهون. والطفل هذا الملاك مو عامل شيء بدنيته غير انه مارق بالساعه الغلط بوقت الغلط. بس رح نبقى أكيد رح نبقى، يعني ما في شيء أكيد رح ما في شيء نبقى ممكن وأكيد يقتلع رح جذورنا من نرجع. هالبلد، ما في شيء ممكن يخلينا نحن نفكر حتى لا. بالهجرة أعوذ بالله. بالهروب نحن ما معقول نروح على المناطق أو نروح على تلك الدول اللي هي خلقت القتلة الإرهاب. واللي هي أوجدت القتلة واللي هي كونت القتلة. هلا بالمناسبة شو بتطلبوا انتم سواء من الدولة سواء من المجتمع المدني؟ يعني انتم كأهالي معلولة كحوالي 3000 شخص تم تهجيرهم قسرا من بيوتهم. أسرع تهجير صار بالوطن نعم العربي. نعم. شو بتطلبوا انتم من الدولة؟ شو بتطلبوا انتم من الوزارات؟ شو بتطلبوا انتم من المجتمع المدني السوري، من الجمعيات الأهلية السورية، على الصعيد الصحي، على الصعيد التعليمي، على الصعيد السكني، على الصعيد المعيشي؟ نحن بيهمنا يوصل هالصوت لكل لازم أنحاء يعوضونا سوريا. عن كل شيء راح ورجعنا الأمان، أهم شيء الأمان. لا أنا عم بحكي هلا حاليا أنتم نرجع موجودين. بيوتنا هلا. أوكي بدنا لو نرجع على بيوتنا قبل كل نعم شيء. نعم نحن بنتمنى ترجعوا على بيوتكم نحن بنطالب اليوم. إنه اول شيء الدوله انه بنتمنى من الدوله بدنا انه نرجع. ترجعنا على بيوتنا باسرع وقت ممكن. وثاني شيء نطالب الجهات المعنيه بالتعويض بالخسائر الفادحه اللي صارت بمعلوله وباهالي معلوله. او بنتمنى من الدوله انه تاخذ بعين الاعتبار العالم اللي تهجرت ان كانت نفسيه او معنويه او ماديه انه تتعالج هاي الامور. يعني على حاليا جميع الجهات المعنيه من كافه الوزارات، وبنتمنى من وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل ومن الوزراء جميعا انه ياخذوا بعين الاعتبار انه معلوله انه شو صار فيها، وبنتمنى يحسوا بالمعاناه اللي نحن عانيناها واللي هن كانوا في كتير عالم وعدوا وما نفذوا. يعني أنتم حاليا بحاجة مساعدات مادية، بحاجة مساعدات أستاذ غذائية، الكريم، أول بحاجة شيء مساعدات نحن بأمس الحاجة، مو بس بحاجة، نعم. بأمس الحاجة للمساعدات المادية، للمساعدات الطبية، للإيواء. نحن داخلين فصل شتاء. طب في حدا من لحد أهل معلولة حاليا بلا مأوى؟ نعم. في مثلاً أنا هلا بجيب لك عيال منا ليا قاعدة بدون مأوى. وين قاعدين؟ في عالم من فترة بدير إبراهيم الخليل 4 عيال تقلعوا من الدير. دير إبراهيم الخليل طرد نعم. 4 عيال نعم. معلول. طب ليه؟ سوء تفاهم. وين راحوا؟ بتفوت أنت مثلا وين راحوا؟ بتقول لهم انه انا مهجر، بتروح لهنيك بيفرضوا عليك اول شيء عياط ما بدنا، طبيخ ما بدنا، اصوات ما بدنا، اطفال اصواتهم ما بدنا. شو بدكم لكان بتفوتوا بتناموا 8 الصبح بيفتح الباب 8 بالليل بيتسكر الباب. لا لسه السجن وتحت تحت الشمس وتحت سواد الليل اشرف منهم. حبس. طيب يعني نحن بنتأمل انه الدولة وانا على ثقة انه الدولة حاطة معلولة بالقلب. انا بتمنى انه الدولة تعمل المستحيل من اجل أكيد إعادة هذا الأمان الكلام. والاستقرار أكيد هذا لمعلولة. الكلام. نتمنى اليوم قبل بكرة، نتمنى نرجع على بيوتنا، ما يكون عنا شيء، ما يكون عنا حرام نتغطى فيه، ما يكون عنا أواعي نلبسها، بس نرجع على بيوتنا. أنا بتشكر الجميع على هاللقاء يمكن شوي طابعه حزين، طابعه مأساوي، طابعه ألم، لكن أنا عندي ثقة مطلقة أنه رح نرجع نلتقي مرة تانية بمعلولة. رح نعمل حلقة من معلولة. قبل ما نختم حابب أحكي كلمتين كتير بسيطين. الحقيقة أنه
نحن الأسبوع الماضي وأنا بفتخر نحن كمجموعة، يمكن حزب صغير كتير بسوريا وما عنده هالوجود الضخم، لكن نحن عم نشتغل كلنا كخلية عمل. شوي هربوا شوي تركوا شوي فلوا، ما مشكلة أبدا، لكن المجموعة الموجودة هي مجموعة راسخة وعم تشتغل ليل نهار. نحن اشتغلنا شيء كتير مهم، هو موضوع مجزرة اللاذقية. مجازر اللاذقية اللي صارت بالقرى اللي واقعة جنوب بلدة سلمى وشمال شرق اللاذقية. هيدي المجازر طلعنا، أنا اتصل فيني الصديق عبد الهادي شحادي ومباشرة طلعت على اللاذقية أنا وجورج برشيني حتى ما أنسى. وأول شيء راحت السيدة ريما مية وعلاء مهنا وجوزيف مرشاء، وكان معنا كمان رفيق ومعنا يعني مهم مجموعة كبيرة، وعبير زوان واختها منال. فاشتغلنا تقارير كانت في غاية الدقة عن موضوع اللاذقية. و من اللاذقية تواصلت أنا مع الأمم المتحدة مع جنيف، وعملت يعني لينك مباشر بين اللي نجوا من الموت والأمم المتحدة بجنيف، ورفعنا تقرير كامل تفصيلي بكل شيء عن مجازر اللاذقية ل Human Rights Watch. المهم اللي صار حقيقة كتير أسلش صدورنا، لأنه لأول مرة منحس أنه نحن التعب كله، هالمعاناة كلها، هالشي اللي عملناه كله، أوصلنا لنتيجة مهمة، أنه لأول مرة تدان الجماعات المسلحة بأرفع المنتديات أو النوادي الدولية. لأول مرة Human Rights Watch بتتبنى كل شيء قلناه، بتتبنى كل شيء عملناه، وبتعمل فيه تقرير وبترفعه لأعلى المنتديات الدولية. تعبنا صح، اشتغلنا صح، يعني عانينا كتير أكيد، لكن بالنهاية قطفنا ثمرة ولا أجمل. نحن حاليا عم نشتغل على ملف معلولة. بالمناسبة نصحت من قبل أحد الأصدقاء بجنيف بأنه نعمل مؤتمر صحفي للناجين من المجزرة، من مجازر اللاذقية، أو أنا سميتها مجزرة العصر الحقيقة لأنه هي كانت مجزرة ولا أسوأ. وأخذنا الشباب بدعم مادي من بعض الأصدقاء، أخذناهم لبيروت وعملنا مؤتمر صحفي. فهمنا غلط وسيء، لكن المهم أنه نحن قطفنا ثمرة بالنهاية، ثمرة كانت كتير جيدة وكتير مهمة. حاليا عم نشتغل على ملف معلولة وبكل قوة. نحن بالتعاون مع إذاعة نينار عم نحاول نسلط الضوء بأقصى ما يمكن على مأساة أهل معلولة، على مأساة معلولة، الناس الطيبين البسط المدنيين اللي ما لهم علاقة بشيء، اللي ما لقوا حالهم فجأة غير وسط حرب هن ما لهم علاقة فيها، وتم تهجيرهم فقط لانتمائهم الطائفي. بكل أسف بقول هالكلام، يعني شيء بحز بالنفس، لكن هيدي الحقيقة. نحن كمان حاليا عم نشتغل على ملف السلاح الكيميائي. بعتقد رح يكون عندنا وقائع دامغة، بعتقد رح يكون عندنا حقائق صادمة. أكيد أنا ماني لوحدي، أكيد في مجموعة كبيرة عم تشتغل معنا، وأنا قلوبنا مفتوحة، أبوابنا مفتوحة، صدورنا مفتوحة، بيوتنا مفتوحة لكل واحد عنده رغبة أنه يساهم، لكل واحد عنده رغبة أنه يقدم معلومة. صدقوني أي معلومة بسيطة، أي وثيقة بسيطة، أي خبرية بسيطة، ممكن بتراكم الأخبار والوثائق والمعلومات أنه نحن نعمل جبل من الوثائق، جبل من الحقائق، نقدمه للمنتديات الدولية حتى تعرف الناس مدى معاناة الشعب السوري. نحن قلتها دائما، بكل أسف بقول أنه نحن عندنا حقائق ما عم نعرف نقدمها، بالوقت اللي الآخرين عندهم أكاذيب بيجيدوا تقديمها. مشان هيك الإعلام تبعنا فاشل، مشان هيك نحن ما عم نعرف نقدم حقائقنا للناس. يعني أنا بتذكر لما كتبت تقرير تفصيلي بالتعاون مع الأصدقاء باللاذقية حول موضوع ما جرى في قرى اللاذقية الشمالية والشرقية. تفاجأت ببعض المسؤولين الإعلاميين بيقولوا إنه نحن عم نبالغ بالشيء اللي عم نحكيه، لكن لولا، وقالوا إنه نحن ما بدنا نثير طائفيا، نحن ما عم نثير طائفيا ولا عم نحكي طائفيا، ونحن ننتمي إرثيا على الأقل لطائفة
نحن عم ندافع عنها يعني سوري، نحن لطائفة نحن ما يعني نحن عم ندافع عن طائفة نحن ما بننتمي لها. نحن عم ندافع عن طائفة نحن ما بننتمي لها، فبالتالي نحن ما عم يعني نحن ننتمي لطائفة الناس او ارثيا لطائفة الناس اللي هن عم يهاجموا هذه الطائفة، فبالتالي نحن ما عم نثيرها طائفيا يعني بقدر ما نحن عم نحاول انه ندافع عن حقوق انسان، عن مجتمع مدني، عن ناس تتعرض للإبادة فقط لانها تنتمي لطائفة معينة. رغم كل هالشيء انا بعتقد انه نحن حققنا الغرض، نحن عملنا خطوة مهمة، ونحن بنتمنى على كل انسان برجع بعيد عنده معلومة، عنده أي شيء، يراسلنا صفحتي على الفيسبوك أو صفحة البرنامج رح نبقى على الفيسبوك. تليفوناتنا، تليفونات الأصدقاء. بتمنى على كل واحد بكل التراب السوري، على كل إنسان عم يسمعنا عنده معلومة أو عنده وثيقة أو عنده أي شيء بيحب يوصله لأعلى المنتديات الدولية، نحن قادرين نوصله. نحن الحقيقة اللي شفناه بهالحرب اللي عاشتها سوريا على مدى أكثر من 2.5 سنين شيء أكثر من كارثي، شيء لا يمكن لعقل بشري تصوره. لكن رح نبقى ورح نضل نحارب الموت ورح نضل نحارب الدمار. وبتقول فيروز دايما بتقول كتار قلال منكمل باللي بقيوا، رح نكمل باللي بقيوا، ورح أكيد عيد الميلاد رح نعمله السنة بمعلولة، ورح نطلع كلنا على معلولة ورح نبقى بمعلولة إن شاء الله. شكرا لكل شيء سمعنا، شكرا للجميع، شكرا على حضوركم. وبتمنى لو كان معنا أكثر ناس من معلولة، لو كان عندنا إمكانيات نعمل اتصالات بالشباب سواء اللي بمعلولة أو الموجودين بالشام حتى يحكوا لنا عن معاناتهم. لكن معلولة رح تضل بالقلب، وكانت بالقلب ورح تضل بالقلب. وشكرا لكم من جديد، وبتمنى لكم دايما كل مستقبل زاهر، لأولادكم مستقبل زاهر. بتمنى نطلع من هالأزمة، بتمنى نرجع نعيش حقيقي، نعيش سوريا حقيقية، مش سوريا مزيفة، مش سوريا نفاق. وبتمنى من اللي عم يسمعونا يمدوا إيد العون لأهل معلولة، أولا بمساعدتهم على العودة لبلدهم. شكرا لكم. شكرا. هددتكن الإشاعات فاجأتنا يا غربي، لما ودعت اليأس لفحتكن ريح الشمس، ورجعت إيديكن تبني وتعمر، صوت عياتكن خزق سماهن، فرح معولكن بالأرض بشرهن بهدم براجن، حبوا يردوكن عاليأس. عم بيقولوا بدن يعتقلوا ناس كتير، لا تخافوا ما في حبوسة ساعة، كل الناس بيعتقلوا كتير، بيبقى كتير، وباللي بيبقوا رح منكمل. غمرت طوفان الأرض ورجعوها اللي بقيوا، هدمت لحروب المدن وعمروها اللي بقيوا، استعبدوا الظلام الناس حرروهم اللي بقيوا. بدنا نكمل المشوار، إقلال يكون منكمل باللي
عدنا والعود أحمد. نحن كتير سوريين واسم نينار كتير سوري، عشان هيك حبيت أرجع من نافذة نينار. رح نبقى هو برنامج بيحكي عن وجع الشعب السوري، عن معاناة الشعب السوري. برنامج بيسعى لتسيير الهوية بين مكونات المجتمع السوري. برنامج بيسعى لإعادة الناس اللي هن تغربوا عن الوطن لحضن الوطن. برنامج بيسعى أكتر لإيصال رسالة محبة للناس اللي تركت الوطن وهلأ عم تعاني بالخارج. برنامج أولا وأخيرا بتوجه للمسلحين السوريين اللي هن حسوا إنه راحوا بطريق غلط، اللي حسوا إنه هن ابتعدوا عن الوطن، اللي حسوا قد ايه هن خدعوا. هذا البرنامج أكتر شيء لإلهم حتى يتواصلوا معنا ونوصل سوا لطريقة يرجعوا فيها لمجتمع مدني، لحياة مدنية سليمة. كل يوم أحد بين الساعة 3 والساعة 4:30، ورح يعاد البرنامج ليلا بين الساعة 9 والساعة 10:30. البرنامج حتى نكون واضحين رح بالبداية رح يكون مسجل، بعدين بتمنى انه هو يكون على الهواء، يكون حي. بتمنى على الشباب اللي انا بعرفهم كتير منيح وبيعرفوني كتير منيح وحابين انه هن يرجعوا لحضن الوطن، يتواصلوا معنا على هالارقام 30 500 230 او 30 500 231. اذاعة نينار رح نبقى. البرنامج هو فكرتي وتقديمي، انا نبيل فياض، بيساعدني بالاعداد علاء مهنا، بيخرج البرنامج امير العبد. رح نبقى.